سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير. جيتكم فيديو جديد على قناتي قناة روري او ميمي. مرحبا بكم. اذا كنتوا جداد ما تنساوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس باه يوصلكم كل جديد، ولايك للفيديو اذا اعجبكم. نبداو باول موديل اللي خدمته هذا الاسبوع او هذه الايام. موديل للام وبنتها. حبت الزبونة تعمل موديل ليها ولبنتها بمناسبة المولد النبوي الشريف. لا غوب جات باهية تهبل بالتفاصيل تاعها بالتعمار تاع البنت الصغيرة. ما عملت لهاش طاج لانه ممكن يجي يعني رشمة كي تصغر تفسد، ففضلنا انه نعملوا لها غير الدرعين. كما راك تشوفوا جات تحفة بالتعمار بالالوان، جاية من فوق فدا جابونيز ومن تحت فساتة. بالنسبة للموديل هو ملبوس او تحبوا تشوفوه ممكن تزوروا صفحتي على الفيسبوك باسم روري كما راهو مكتوب على الشاشة هنايا في الفيديو. مجرد انك تكتبيه راح يظهر لك هو اولا، لانه هنايا في اليوتيوب ما نقدرش نحط لكم الصور ماهيش تاعي للاسف، فما رايحينش تعرفوا الموديل بالضبط ايهم، فما رايحينش تعرفوا الموديل كيف راح يكون هو ملبوس. حاول في الفيديوهات القادمة اني نعملكم صور يعني على المانكا باه تكون اوضح وتكون يعني باينة الموديل احلى على المانكا او على البنت اللي تكون لابسته. ننتقلوا للموديل اللي بعده واللي هو موديل الفراشة اللي راهو داير حالة ولحد الان مازال مطلوب وبكثرة. موديل يتطرز على الارغونزا والقماش، تحطي القماش بعدها الارغونزا تعملي الاطراس او الاحاطه الاوليه، بعدها تقصي الارغونزا وبعدها تعاودي تطرزي مره اخرى. ممكن نعمل كم فيديو مره القادمه عن الطريقه بالضبط، اما بالنسبه للخياطه ما نقدرش نعمل لكم فيديو للاسف، راح تكون عندي صعيبه في التصوير. الموديل اللي بعده هو موديل الكمخة اللي راهو مؤخرا غير موديل او قماش الكمخة اللي راهم يجيبوا لي جاي مع الطرز تحفة. اللي بعده موديل اخر مخرج في الطرز، موديل عراسي ثقيل جاي صدر وظهر ودرعين ودفارة مع شقة في الامام. دا جابونيز والطرز في الشعر الحرة اكيد، واكيد بالتعمار راح يكون اجمل. هادو الدرعين تاعو وهذه الشقة اللي في الامام. جايه الشقة شوية طويلة يعني شوية عالية الفوق، وهذا الصدر اللي في الامام. نعاود نذكركم اللي ماهيش مشتركة معنا تشترك وتفعل الجرس وشاركوا الفيديو في الجروبات او الاصدقاء، واذا عجبكم ما تنساوش اللايك. ننتقلوا للموديل اللي بعده اللي هو موديل الريشة. كل واحد كيف يسميه، يجي عادة بقماشين، قماش مخالف يعني قماش في الإيني من داخل الفراشات والثاني كما راكم تشوفوا، لكن الزبونة فضلت انه تعملوه مباشرة على القماش. ممكن نعملكم فيديو اخر بتشوفوه هو بقماشين. اللي بعده هو موديل دورا، موديل بلارغونزا طبعا بنفس طريقة الفراشة، لكن هذا يكون اتعب يعني يكون شوية اصعب من تاع الفراشة. يعني تاع الفراشة ايضا صعيب في الخدمة تاعو، ايضا هذا ثاني صعيب يعني ما يختلفش على موديل الفراشة بالكثير. طبعا كي يتعمر راح يكون اجمل. ما كفانيش الوقت باه نصور لكم للاسف، مش ديما نقدر نصور لكم لانه الوقت ضيق، وايضا الزبونه تجي تدي حاجتها كي تكون واش راح تخيط. الموديل اللي بعده واللي الثاني ايضا داير حاله، واللي هو موديل المربعات، يجي بلونين صدر وظهر ودرعين. الدرعين كل واحد كيف يخدمهم. وكان هذا هو اخر موديل ونهاية الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم، ومرحبا بكم على قناتي، وسلام.